اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهله وأصحابه أجمعين. مساء الهنا والسكر والسعادة عليكم يا حبايبي، كل سنة وانتم طيبين. زي ما انتم شايفين معايا هنا 3 كيلو بنجر. ماشي، أنا غسلاهم كويس، وطبعا مش هنقشر البنجر، مش هنقشر غير لو بس في يعني حتة في القشرة كده مش عاجباني أو مش كويسة، هنقطعه طرنشات. تمام، زي ما انتم شايفين كده. حبيبي يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام. نقطعها تقطيعة واحدة، نحاول بس السمك يعني اللي انا مقطعه الطرنشات كده تكون سمك واحد، عشان انا هنخزنه زي ما هو من غير ان شاء الله كده من نسلقه ولا حاجة. طبعا هو مفيد وكويس، انتوا عارفين مفيد للدم ومفيد للبشرة لكل حاجة. طبعا ممكن نستخدمه طبعا في السلطة، ممكن نستخدمه لو هنعمله صلصة مثلا، او يعني او انا مثلا عايزه ما عنديش صلصه وعايزه نضيفه على طماطم وانا بنعمل اي طبيخ. ماشي، بيكون مفيد، بيكون كويس، يعني فوائده كتيره صراحه ما شاء الله. ممكن نضيف على العصاير، على الحاجات اللي زي كده يعني. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاه والسلام. زي ما شايفين انا بنقطع بس الحته اللي هي مش كويسه. حبيبي يا رسول الله. طبعا يعني اللي انا بنطلعه منه والقطعة اللي انا بنطلعها مش نظيفة ديت هنحطها للطيور عندي. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. هي دي كمية ال3 كيلو تكفيني من السنة للسنة ما شاء الله، زي الفل. انا طبعا طبعا ال3 حبات دولت انا مخلياهم يعني نستخدمهم في المطبخ كده ونحط منهم للطيور. الطيور بيكون جميل صراحة. طبعا انا هرص كده. طبعا لما نعوز منه بنطلع من الفريزر، ما بيكونش ماسك في بعضه ولا حاجة. كل قطعة بتكون سايبة يعني مش ماسكة في التانية يعني. حبيبي يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام. اهوت. حبيبي يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام. بصراحة أنا بنحب البنجر، يعني ندخله في العصاير وندخله في الأكل وكده، في السلطة بيكون مفيد وكويس. واحسن ان انت ما تقشرهوش يعني، احتفظي بالقشره بتاعته جميله يعني وكده، ويعني ما يكونش طري، يعني لما تحطيه في الفريزر وتطلعيه القشره بتاعته دي تكون متماسكه وجميله. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاه والسلام. بصراحه انا ما حبيتش ان انا نبشره، نعمله عفوا، نسلقه. انما بنحبه زي ما هو كده، بنحس ان لما نطلعه بنحس انه طازه زي ما انا حطاه. زي ما انتم شايفين ما شاء الله الكمية زي الفل اهي وكتير يعني. حبيبي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا انا ما عنديش اكياس استرتش كده، انا عندي اكياس من اللي هي اللي هي بنحط فيها الفول دي، هنحتفظ بيه يعني فيه. اللهم صل وسلم وبارك. زورني بقى يا حبيبي، انا مش مركزة خالص من الصيام وعندي برد صراحة مش راضي يسيبني خالص. الحمد لله. كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله تعودوا لها بخير يا رب، سنة سعيدة عليكم. طبعا بس أنا هنضيف 2 بس كده في الأكياس، وهخلص بقية الكمية بتاعتي بقى براحتي عشان وقت الفيديو. حبيبي يا رسول الله. ممكن لو مش عايزة تحطيه طبعا في طبق فل، تحطيه طبعا في الكيس كده عادي، بس أنا طبعا حبيت إن أنا نحطه كده، يعني بيكون بنحس كده بالنظام، مش عارفة صراحة. هنمسكه بقى بلزجة من تحت كده ونحطه في الفريزر.
وكل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله تعودوا لها بخير. سنة سعيدة عليكم يا رب. وما تنسوش تصلوا على حبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. وما تنسوش طبعا الاشتراك في القناة واللايك. ربنا يبارك فيكم يا رب. حبيبي يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام. لا إله إلا الله. اهو شايفين، هنحتفظ طبعا بالكمية ديت كده بتكفيني من السنة للسنة. نشوف وشكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله. وما تنسوش تصلوا على حبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، عليه أفضل الصلاة والسلام.